عوف عليكم يا ولاد. صلوا على النبي كده وزيد النبي صلاة. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي أول مرة بقى يشوف القناة يشترك في القناة ويحط لايك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد، وأول ما تدخلي على الفيديو تحطي لايك. إلهي ينجبر خاطرك زي ما هتجبري خاطري، يلا هتحطي لايك. المهم بقى ايه، انا قاعده بقى زي ما انتوا شايفين كده. قلت هطبخ بسله النهارده وبخرط الجزر وكان عندي شويه بسله في الفريزر. لقيت سعديه داخله عليا بتقول لي شفت جوزي عمل فيا ايه امبارح؟ بقول لها ايه؟ قالت لي خلانا قاعدين واخواته قاعدين وقام حارجني بكلمه كده وكبسني قدامهم، قعدوا يضحكوا عليا ويتمقلتوا. انا قلت لها يا بنتي يا هبله، ما هو اللي يقول لي لمراته يا عوره يلعبوا بها الكوره. قالت له اه معاك حق. طب انا اعمل ايه؟ قلت لها إيه السبب يعني ان هو قال لك كده؟ قالت لي ليه وليه ان انا قعدت معاهم بالهدوم اللي انا شغاله بها طول النهار. قام قايل لي شايفه اخواتي محفلطين ومنورين وحلوين ازاي ومستحميين وريحتهم حلوه، وانت ايه بعد ما خلصت شغلك كده مش تقلعي الهدوم اللي عليك اللي ريحتها بصل وتوم وجله دي، وطول النهار كده شغاله بالهدوم وقاعده وسط اخواتي بالمنظر ده اهو. قامت ايه المهم قامت مدوره العياط وقامت زعلانه. قلت لها يا سنه جاز يا سواديان يا بنت، وانت ما فيش فايده فيك وانا هقعد اقر فيك كل يوم؟ انا هسيب البلد وهج علشانك؟ ما تاخدونا عندكم يا جماعه، خدونا عندكم من البت ديت، انا تعبت معاها خالص. كل يوم اقر فيها انا تعبت معاها خالص الولادي. المهم ايه، قلت لها طيب تعالي بقى انا هاخدك بقى ايه الكوافير الصالون وايه وهخليهم يعملوا لك صنفره ويعملوا لك عمره. المهم خدتها بقى ورحنا وايه وعملوا لها بقى حمام مغربي وقعدوا بقى يصنفروا ويشيلوا من على جتتها رقات قشف. يا خرابي. وبعدين بقى وبعدين بقى ايه، قالوا لها ايه دي، ده انت قربت شنبك يا مبارة، قربتي تبرمي شنب. قلت لها يا بنت ما هو من حقه يقول اللي هو عايزه، من حقه يقول كده، بس ما ينفعش برضه يقول لها الكلام ده قدامهم. كان المفروض ان هو يقول لها الكلام ده بينه وبينها علشان ما يحرجهاش قدام اخواته، وبعد كده يتمقلتوا عليها ويعملوها ايه اللي بنا في حنكهم. وروحت بقى منورة كده ومزهزهة وقشطة وزي العسل، بقى مبسوط بها بقى ويقول لها أيوة كده أنا عايزك كده منورة كده على طول وعايزك كده فل على طول. المهم إيه، قالت له قعدت معاه بقى وادته الشوية اللي هم ورصت له رص بقى. قالت له انت بعد كده ما تتكلمش معايا بالطريقه ديت قدام اخواتك، لما تبقى عايز تقول لي حاجه قولها لي بيني وبينك، بس ما تحرجنيش قدامهم وتخليهم يتمقلتهم ويضحكوا عليا. اللي يقول لمراته يا عوره يلعبوا بها الكوره، لما يلاقوك بتحترمني وبتقدرني هم كمان هيحترموني ويقدروني، لكن لما تكلمني بطريقه وحشه هم كمان هيشطوني. واللي يقول لمراته يا عوره يلعبوا بها الكوره، واللي يقول لها يا هانم يستنوها على السلاله. قال لها اه صح ماشي معاك حق، ما عدتش اعمل كده تاني. تاني يوم لقيناها بقى ايه، لقيناها برضو عاد نفس الموضوع تاني قدام امه. وبعدين ايه كان بسبب حاجة تانية بقى كده، يعني شخط فيه وكلمها ايه زق معاها كده قدام امه. المهم قامت جايه لي بقى معيطه. قلت لها بقى ايه طولي بالك طولي بالك ما يجراش حاجه، يعني يمكن زهقان ولا حاجه، طولي بالك وامتص غضبه، يمكن كانت حاجه مضايقاه. وبعدين هو ما كانش ان هو يعني ان ما كنتش انت اللي تتحملي جوزك مين اللي هيتحمله؟ الصبر يا حبيبتي، وشوفي ايه اللي مضايقه واقعدي معاه واساليه وشوفي ايه اللي مزهقه وايه واسمعي منه. قالت لي يعني انت شايفه كده؟ قلت لها ايوه، اقعدي مع جوزك يا حبيبتي في ساعه صفا كده واعملوا له كوبايه شاي وقولوا له ايه انت كنت زهقان ليه، انت ايه اللي مضايقك؟ مش تقوم بقى رد عليه الند للند، وكل ما يقول لك كلمه ترد عليه كلمه قصادها كلمه، والدنيا تولع نار وتفرجوا الناس عليكم وعيالكم كبروا وتسمعي الناس بك والجيران بيكي. لا، الست العاقله هي اللي تبقى سفنجه،
يعني ايه سفنجة؟ يعني جوزك يبقى زهقان تمتص غضبه. سفنجة يعني تمتص غضبه، تطولي بالك عليه وتصبر عليه. لما يبقى زهقان امشي من قصاده خالص، انزلي تحت، اطلعي فوق، اطلعي اعملي اي حاجة تلاقيها في طيورك، خش اوضتك، روقي اوضتك، خش مطبخك، المهم امشي من قصاده. ما تردش عليه نهائي مهما يقول، مهما يقول ما تردش عليه خالص. ولما يبقى يهدى بقى كده قولوا له تعالى بقى خدي حقك بقى بحرف وبالذوق وبالأدب ومن غير ما حد يحس بيكي. خليك ذكية. الجيران بيبقوا مدين حاتفين ودانهم في دور بعض، تبقى جارتي ودنها معايا هنا في بيتي والعكس. طب واحنا ليه نسمع الجيران بينا؟ اقعدي بقى كده بقى اخر النهار لما يبقى هادي كده، يهدي، انت حسيتيه ان هو هدي، اقعدي معاه بقى وقولوا له قول لي بقى انت كنت زهقان ليه. هيقوم خرر لك ويجيب اللي في بطنه ويحكي لك كل حاجه كانه ابنك، كانه ابنك، اعتبريه ابنك الكبير. هو ابنك لما بيزهق انت بتعملي ايه؟ بتضربيه ولا بترد عليه كلمه بكلمه، ولا بتسكتي لحد ما يهدى وبعدين تتكلمي معاه؟ الراجل طفل كبير، الراجل طفل كبير زي الطفل الكبير بالظبط. اعتبريه ابنك البكري وطولي بالك عليه واصبري عليه. ولما يبقى زهقان ما تقفيش قصاده، ابعدي عنه خالص لحد ما يهدى. وبعدين دي نصيحة للستات وللبنات المقبلات على الجواز، قطع الجواز واللي بيتجوزوه على اليومين دول، واللي الواحد بيشوفه العيلة من دول تبقى لسه متجوزة امبارح وتقف لجوزها ويشتمها تشتمه، يضربها تضرب حاجة. يعني أنا عمري ما شفت كده يا أختي، أنا عمري ما شفت كده. اللي موافقاني بقى على كلامي وعلى نصايحي تكتب لي في الكومنتات بتاعتها ان انت موافقاني ولا لا، وبتتابعيني منين بلد يا قمر. واللي سألتني بقى على الكحل الحراق، انا بقول له بلاش الكحل الحراق احسن بيعمل حساسية في العين، وانا من الفلاحين اهو بقول لك بلاشه، لان انا عانيت من الموضوع ده وتعب لي عيني. والله انا عندي كحل حجر جايباه معايا من العمره وعايز ينطحن ومانيش عايزه اطحنه. الدكتوره قالت لي ده الرصاص بتحطيه في عينك، ممنوع الكحل. عايزه حط بالقلم وانت خارجه زينه بس كده. عايزه تحط كحل بلاش الحراق، حط كحل سايب بس بلاش الحراق. الحراق بيعمل هيجان في العين وبيسبب لك حساسية. تمام كده يا حبايبي. المهم بقى ايه؟ المهم ان انا هديتها بقى وروقت سعدية كده وقلت لها اهدي وما تتعصبيش على جوزك لما يبقى متضايق، وروقي كده وخدي بالك من بيتك ومن حياتك، والراجل طول عمره متغرب خلي بالك منه، وما فيش داعي ان انت تفرجي الناس عليك يا حبيبتي ولا تسمع الجيران بيكي. وفوتكوا بعافية، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، وبألف سلام.